السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى يلقاكم في احسن الاحوال. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تحضير الخبيزة اولا البقولة، الطريقة المغربية التقليدية الاصيلة. تتجي بنينة وزوينة، وطبعا الفوائد ديالها راه غنية عن التعريف. غير هو غادي نزيد معاه في هذا الفيديو البسباس ولا الورق ديال البسباس. تبعوا معايا الفيديو حتى النهاية، ولا عجبكم المحتوى العام ديال القناة ما تنساوش تشتركوا فيها. عندي هنايا كميه من البقوله وكميه من البسباس. تنقيوها مزيان وتنحيدوا منها دوك الوراق الصفر، وتنحيدوا منها الوراق اللي تيكونوا في الطبقه الخارجيه اللي تيكونوا لاويين. تنختاروا غير الوراق الطريين اللي تيكونوا تقريبا الوسط. راه فايت لي شاركت معكم الطريقه ديال التنقيه ديالها في فيديو اخر، تقدروا ترجعوا ليه. هنايا تنغسلوها مزيان مزيان هي والوراق ديال البسباس حتى هما. تنغسلوهم حتى تنتاكدوا بان كاع دوك التراب اللي تيكون فيهم تحيد تيولي الماء صافي. من بعد هنايا تندوزو تنقرضوهم، تنحاولوا نقرضوهم يكونوا رقاق. وبما اننا اختارينا البلاصه الطريه في هذه البقوله، تنقطعوا كلشي، ما تنحيدوا منها حتى حاجه. بنفس الطريقه بالنسبه للبسباس حتى هو. بالنسبه لهادو راه تنخلطوهم وتنخلطوا معاهم حتى الورق ديال اللفت الا كانوا حتى هما، تنقيهم بنفس الطريقه وتنختاروا البلاصه الطريه. واي نوع من الخبيزه لقيتوه راه كاينين فيها انواع تقدروا تخلطوها معاهم. هنايا غادي ندوز البسباس حتى هو تنقطعو بنفس الطريقه. بما ان هذه هي الوقيته ديال هاد الانواع ديال الربيع، ضروري اننا نستافدوا منهم من الفوائد ديالهم. كما تنعرفوا الاغذيه اللي تيكونوا موسميه تيكون الفوائد ديالهم كثيره وزوينه بزاف، خصنا نستافدوا منها. من بعد ما كملت الكميه اللي عندي غادي نزيد عليها هنايا تقريبا بصله كبيره مشلوضه ولا مقطعه طريفات صغار، وتنزيدوا عليها ايضا الثومه. هنايا راه غير ما تصورتش ليا، قطعتها حتى هي طريفات صغار وزدتها. وغنزيد العطريه فيها الكمون، البزار، الخرقوم، التحميره، سكنجبير، الملح. وغنزيد ايضا الربيع الا كان عندكم ربيع طري كان احسن. هنايا انا كان عندي في المجمد. وغادي نزيدوا الزيت البلديه، شويه ديال الزيت الروميه، ولكن تكون الزيت البلديه هي اللي غالبه. غادي ندير هنايا كما كتشوفوا الحامض المصير، غادي ندير واحد المعلقه كبيره. وغادي نزيد عليها الماء اللي غيكفيها ليا باش طيب. هنايا راه زدت الملح حيت نسيتو ما زدتوش مع العطريه في الاول. تنخلي هاد الخبيزه حتى كطيب مزيان وكتنشف من داك الماء ديالها. بالنسبه الى شفتوها نشفات ومازال خاصها طياب، زيدوا فيها الماء يكون غليان حتى كطيب مزيان وكتنشف من داك الماء. وكنزيدوا عليها قياس جوج مطيشات محكوكين اولا مقطعين طريفات صغار. انا هنايا عندي مطيشه ديجا مطحونه ودايرها في المجمد. من بعد ما كطيب فيها هذيك مطيشه تنحركوها معها مزيان وتنشحروها في داك الزيت اللي تيكون شايط فيها. تنقليوها مزيان في داك الزيت بلا ما نحبسو عليها تحرك باش ما تحرقش وتجي فيها ريحه الحراق. وهكا من بعد ما تتشحر لينا تنقدموها، تنزينوها بالزيتون وبالحامض مصير وبالفلفله حاره. تتجي زوينه وبنينه صراحه، والفوائد ديالها راه كثيره. ونتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم ويعجبكم الفيديو. وما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوها. فعلوا زر الجرس باش توصلوا دائما بالفيديوهات. خليوا لي اعجاب الفيديو اللي عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.